ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. قبل ما تبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حبايب قلبي طلاب الصف الاول اعدادي، يا رب تكونوا بخير. النهارده بامر الله عاملين لكم حلقه تحفه جدا، هنتكلم فيها او هنكمل باقي الستوري اللي شرحناها الترم الاولاني. ولكن قبل ما اكمل معاك واقول اي حاجه، ما تنساش تعملي لايك، تكتب لي كومنت حلو، وتعمل شير لصاحبك اللي شايف ان ماده الانجليش وحشه وان هو مش فاهم الهالو بلس واللي القصه بتاعته رخمه. قول له اكيد ما اتفرجتش على ميس امير. وتعمل بقى سبسكرايب لو ما كنتش عامل، وتفعل زرار الجرس، وتستنى كل المراجعات اللي هننزلها ليك على القناه بامر الله، سواء كانت هالو او هالو بلس. ولا اصلا هننزلها اليومين دول، كل وحده احنا نخلصها فعليا في الحصه بتاعتنا الاساسيه هنبدا ان احنا ننزل ليها مراجعه على القناه. يونت 7 8 9 لغايه 12. طب وامتحانات الشهر هننزل لها برضو مراجعات، هننزل لها مراجعات في الهالو بلس. الاثنين بامر الله يكونوا متوفرين معانا على القناه فور فري، اللهم علم ينتفع به. ربنا يا رب معاكم. هنبدا بقى نشوف القصه اصلا انتهت معانا على فين وهتبدا بايه. القصه يا جماعه بتاعت The Prince and the Pepper، الامير والشحات. تعالوا نفتكر اخر حاجه توقفنا لها. اخر حاجه توقفنا لها ان استاذنا ادوارد اللي هو الملك قابل واحد اسمه ميلز، وهو كان عايز يخش القصر وقعد يقول لهم يا جماعه ده انا الملك، ده انا الملك، ومحدش سمع له. بس في راجل طلع له كده وقال له قول لي انت عايز ايه. راح قال له ده انا الملك. الراجل ساعتها هيسمع الكلام منه وهياخد الولد معاه ويقول له انا مصدقك، تعالى بقى كده ايه، تعالى احكي لي كل حاجه حصلت. وبالفعل هياخده ويروح بيه المكان اللي هو عايش فيه. الراجل كان عايش فين؟ هياخد بقى نبدأ أحداث الفصل بتاعنا بقى بإن ميلز دوت واخد معاه إدوارد وطلعين على الحانة أو الفندق الصغير اللي ساكن فيه ميلز. قالك أول ما هيروحوا هناك أول حاجة خالص هيعملها إن المفروض هيقول له إيه، هيقعدوا عشان خاطر يتكلموا بقى مع بعض. المفروض إن هما ما كانوش والولد أصلا ما كلش خالص. فأول ما هيقعد أستاذ إدوارد هيقول له بقول لك إيه، روح هات لي الوجبة بتاعتي عشان أكلها يلا. فميلز بيبص له كده وبيضحك، اللي هو اصلا بيتعامل ادوارد كانه هو الملك، خلاص هو صدق ان انا الملك وانا فعلا الملك، فهو بيتعامل معامله عاديه. فقال له يلا روح هات لي الاكل يلا عشان ناكل. فهو بيبص له كده اللي هو ميلز اللي هو مالك فيك ايه. فبص له وضحك وقال له يس سير، تمام يا سيدي اجيب لك اللي انت عايزه دلوقتي. وبالفعل راح فتح الثلاجه وجاب له اكل وعطاه له. لسه بيديه الاكل وهيبدا ان هو يقعد، راح له استنى ادوارد استنى، تعمل ايه انت هتقعد؟ مش لما يبدا اذلك الاول، لما اذلك تقعد، لكن انت بتقعد من دماغك، انت بتهزر ولا ايه؟ فالراجل بيبص له ميلز اللي هو لا ده كده مجنون رسمي بقى، ده انت كده دماغك مفوته خالص يعني. فبيبص له ايه ده، هو مش فاهم، هو بيبص في دهشه وساكت. فيقول له استنى يا حبيبي لما اقول لك تقعد. فبعد كده بص حواليه كده ورتب اموره، قال له تمام كده كل حاجه تمام، اتفضل اقعد مفيش مشكله. فهو بياخده على قد عقله لغايه دلوقتي ميلز. فقال لك قال لك وهم قاعدين بقى بياكلوا مع بعض، ميلز هيبدا يحكي له عن حياته. قال له تعالى احكي لك انا بقى عن حياتي. انا اساسا الابن الاكبر لعيله غنيه، ولكن انا واخويا الاصغر، انا اخويا الصغير شدينا مع بعض شويه ومتخانقين مع بعض. فانا سبت له البيت اصلا ومشيت وسبت له كل حاجه. ولما سبت له البيت هو اخذ البيت واستولى عليه وكاني اصلا مش موجود. وانا خلاص يعني فصلت نفسي عنهم وعن عن اخويا، وانا بقيت في عالم تاني لوحدي، واشتغلت سوليدر جندي. وسبت اخويا خالص. اخويا ده كان اسمه أرثر. المهم اول ما هيسمع منه كده الكلمتين دول اللي هو ادوارد هيقول له ايه، بقول لك ايه، سيب الموضوع ده عليا. فميلز بيقول له سيبه عليك ازاي؟ قال له بقول لك ايه، انا هجيب لك حقك، انا مش البيت ده ضاع منك، هتعرف ترجعه انت؟ راح قال له لا خلاص انا مشيت ومش هعرف اخده تاني من اخويا. قال له انا ارجع لك بيتك. فيقول له ازاي حبيبي، انا الملك، انا هرجع لك بيتك، هعرف اجيب اخوك قدامي وهرجع لك البيت. فقال له ماشي. هو ساكت ميلز بيقول ماشي وخلاص. وقال له هقول لك على حاجه كمان، هديك اراضي زياده، هديك اراضي يا عم خليك غني. طب ايه؟ قال له ما انا الملك، عشان انت كل ده عشان انت ساعدتني، فانا بقى هقدم لك حاجه عظيمه جدا. قال له بقول لك ايه، هقول لك على حاجه، هات السيف بتاعك. ده مين بيقول؟ ادوارد. هات السيف بتاعك. مسك منه السيف، وادوارد هينحني قدامه كانه كده الملك بتاعه يعني. وهو قال ايه بيسلمه السيف، وبيقول له هو بيسلمه له انت كده بقيت سير، انت خلاص بقى اسمك سير ميلز هندون. مين هندون ده؟ اللي هو اسمه كامل كان اسمه ميلز هندون. انت كده اسمك سير
ميلز هندون، يعني هو ده ما كانش كل ده ما كانش سير، لا ما كانش سيد، كلمه سير يعني سيد، يعني ما كانش سيد، لا ما دام ادوارد قال يا جماعه ان هو خلاه سيد يبقى هو خلاه سيد. هو قبل كده كان انسان مش معترف بيه، لا اله الا الله، وقال له انت خلاص كده بقيت واحد من الجنود عندي اللي هيبقوا شغالين اصلا معاه، وانا بقى هرقيك وهديك كل اللي انت محتاجه، ما تقلقش سيب الموضوع ده بتاع اخوك عليا. فطبعا ميلز يقول له طب حلو قوي، الولد يعني كان تعبان اصلا وبقاله كتير ما نامش وبتاع، فهيدخل عشان ينام بعد ما هياكل. هيقوم الصبح ميلز هيقول ان هو هينزل عشان يشتري له شويه هدوم كده وشويه حاجات، عشان بدل الولد ما هو لابس هدوم مقطعه هدوم متبهدله هينزل يجيب له هدوم. هينزل وهيرجع، لما هيرجع هيدور عليه مش هيلاقيه، راح فين؟ هيسأل بسرعة وهيجري على الناس اللي موجودين في الحانة، راح فين الولد الصغير اللي كان هنا؟ هتقول له ان في ولد او في حد اسمه هوجو جه علشان خاطر ياخده، وقال له ان تعالى علشان ميلز مستنيك تحت الكوبري ساوث وورك بريدج، وتعالى علشان خاطر تقابله، هو مستنيك هناك. فبص له قال لها ايه؟ ميلز مستنيه؟ ميلز مين؟ حرام عليكم، ده انا ميلز. وقعد يصرخ ويقول انا لازم اجري وخد بعضه فعلا وجرى علشان ينقذه. هنقف دلوقتي الاحداث معانا الاستاذ ادوارد، وهننتقل الى استاذ توم. استاذ توم قال لك انا قايم كده من على السرير، بيحكي لنا بقى ايه، بيقول لك انا قايم من على السرير ببص كده حواليا لقيت سيرفنت خادم، لقيته بيقول لي ايه؟ بيقول لي اقومك. فانا كنت ببص له كده، لو انت بتكلمني انا يا باشا؟ تقوم مين؟ تقومني ازاي يعني؟ فقال له قصدك ايه بكلمه اقومك؟ راح قال له اجي عشان اقومك. قال له هو انت قصدك تيجي تقومني تصحيني يعني؟ راح يعني تقومني من مكاني من على السرير مش قادره اقوم يعني؟ راح قال له اه يا سير في ايه، هاجي اقومك. فراح قال له ماشي. بيقول لك بقول لهم ماشي، اللي هو لقيتهم جايين بقى عشان يقوموني، لقيت واحد جاي تمام عشان يقومني، المفروض ان هو هيجيب له هدوم وهيلبسه بقى الهدوم عشان ينزل يفطر وكده. بيقول لك لقيت واحد جاي المفروض رايح يجيب له هدومه، قال لك لقيته راجع ب2 سيرفنت كمان. فقلت لهم يا نهاري، الثلاثه هيلبسوني يا جماعه ولا ايه؟ لا اله الا الله مش كده الثلاثه هيلبسوني، مش رجوله دي يا جماعه. فقال لك كنت مستغرب 3 سيرفنت، يعني ليه اصلا ايه لازمه كل ده؟ بيقول لك لما جيت نزلت عشان افطر لبست خلاص واتجهزت الحمد لله ونازل عشان افطر، بعد كده ببص لقيت السيرفنتس اللي تحت، الخدم اللي تحت، قال لك لقيت واحد جاي بالاكل، وبعد ما جه يوقف يعني قرب الترابيزه عطال واحد تاني جنبه، واللي جنبه عطال اللي جنبه. دول سيرفنتس بس للاكل، ده غير اللي كانوا فوق اللي كانوا بيقوموه، ده غير ان هو لما قعد على تشير الكرسي اصلا بتاع الترابيزه في على جنب كل واحد، يعني هنا واحد وهنا واحد، خادم هنا وخادم هنا. فقال لك انا مش فاهم في ايه، انا مش فاهم ايه كل ده، انا مش فاهم بجد ايه كل ده. وبعدين مش قادرين واحد يعني يحط الاكل على الترابيزه، عمالين ينقلوه لبعض، درجات الموضوع صعب، لا الوضع صعب قوي. فجماعه توم مستغرب ايه اللي بيحصل ده، قال لك انا مش متعود على الحاجات دي كلها وبالنسبه لي حاجه غريبه. قعد يفكر، قال لك انا اكلت ومليت بطني وشبعت، بس قعدت افكر واقول انا كان نفسي احلم بكل ده، كنت بحلم ان انا اكون ملك، بس لما اتحطيت في الموقف انا عايزه اروح بيتي. انا امي وحشتني جدا، انا اخواتي الاثنين وحشوني اللي هم كان اسمهم بيت ونان، وحشوني الاثنين جدا، نفسي اشوفهم قوي، وحشني اللعب مع صحابي، انا مش عارفه العب مع صحابي، وبعدين محبوس هنا في البيت، باكل وبشرب ومعايا هدوم ومعايا لبس ومعايا كل حاجه، بس انا حاسس ان انا مش مرتاح. فكان متضايق. قال لك بعد كده كان مضطر ان هو يروح لهيرتفورد، اللي هو كان واحد يعني شغال في القصر، مفترض ان هو هياخده معاه علشان خاطر طبعا في بقى ناس حواليهم بقى علشان في ورق لازم يمضي. مين اللي هيمضي؟ المفروض الملك اللي يمضي، اللي هو مين؟ اللي هو ادوارد. بيقول لك اخدوني قعدوا يتكلموا معايا في كلام انا مش فاهم منهم اي حاجه اصلا، وعايز اسيبهم واقوم، بس انا مضطر، وقعدت امضي باسم ادوارد وانا مش فاهم حاجه، اللي هو ايه لو بقى حاجه مش كويسه يبقى ادوارد ايه هيشيل خالص، يعني ربنا معاه. وبعد كده يا جماعه خلاص هو مضى، وهيقعد يفتكر امه واخواته وهيقول انا مش قادر اعيش اكتر من كده، فينك يا ادوارد تيجي عشان تنقذني من اللي انا فيه، انا مش عارف اعيش حياتي. وينتهي الفصل بتاعنا كده، وفي الشابتر الجاي هتعرف هل يا ترى بعد ما ادوارد اتخطف واحنا مش عارفين راح فين، هل يا ترى مين اللي خطفه اصلا، مين اللي يعني هيستفاد ان هو يخطفه، يا ترى مين؟ فكر كده عقبال الشابتر الجاي. هل يا ترى ممكن يقتلوه؟ هل يا ترى ممكن يرجع تاني؟ هل يا ترى يا توم هيفضل الملك زي ما هو وادوارد هيفضل في الشارع، ولا هيموت، ولا ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في شابتر 2. ودلوقتي هنبدا ان احنا نقرا القصه مع بعض، الكلمات والتكست، عشان يبقى احنا كده فرمطنا القصه خالص، او الشابتر 4 كله مفيش اي حاجه خالص ناقصانا. يلا بينا. طيب يا شباب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنبدا ان احنا نقرا الفصل مع بعض. طبعا مش هتكلم على الشابترز، على الكاركترز كده كده احنا اصلا كنا عارفينهم من قبل كده، تمام. احنا اللي يهمنا نقرأ الكلمات الأول مع بعض، وبعدين نبدأ نحن نقرأ جزء موجود في القصة.
سمي الله بقى وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. سامعاكي اللي بتقول ميس اميره مش هذاكرها عشان انا جامد جدا وما فيش مني 3. ده يا حبيبي انت لازم تقرأ الكلمات عشان تعرف تترجم وعلشان تعرف تكتب بنفسك وعشان تعرف حاجات كتير قوي واحده واحده. كلمه ان بمعنى حان او قصده بيها فندق صغير. سير سيدي. stare at يعني بيحدق فيه يعني بيفضل باص مبحلق لحد. eldest يعني الأكبر سنا. sword يعني سيف. servant يعني خادم. enormous يعني ضخم. sign يعني يوقع أو بيمضي. full يعني ممتلئ. return يعني يعود أو بيرجع. real حقيقي. بعد كده عندك كلمة lay down يعني يستلقى يعني إيه بيمدد شوية يعني. rest يعني يستريح. surprise يعني دهشة. fight يعني شجار أو معركة. kneel key silent kneel بمعنى بيركع أو بينحني. hurry بيسرع. rise أو get up يعني بينهض. meal وجبة. plenty of يعني كثير من. fall asleep يعني بيستغرق في النوم بينام نوم عميق. الديفينيشن مش مشكلة خالص وبعد كده نخش على الشابتر واحدة واحدة. بيقول لك ميلز وإدوارد الاتنين went to an inn راحوا للحانة أو الإيه الفندق الصغير where ميلز had وكان عنده هناك غرفة. إدوارد who was very tired كان تعبان جدا lay down on the bed يعني استلقى على السرير. It was not his of course but he was the king. قال لك طبعا هو بالنسبة له مش أنا الشخص ده، أنا بالنسبة لي الكينج يعني هو بيتصرف كأنه هو الملك في كل حاجة. قال لك هيقول ايه بقى لميلز؟ المفروض بقى ميلز موجب معاك وجايبك معاك بقى يقول له ايه بقى؟ يقول له bring me my meal هات لي يا ابني الوجبه بتاعتي يلا. فميلز لافت قعد يضحك قال له yes sir عيني يا سيدي rest here اتفضل هنا and I will go down to the kitchen هنزل الكيتشن اجيب لك اللي انت عايزه. A short time later بعد كذا وقت قصير ميلز returned with some food رجع مع بعض الأكل. Your meal is ready سير الوجبة بتاعتك جاهزة. He said to Edward قال لإدوارد sitting down at the table بيقول لإدوارد اقعد بقى على التيبل. فراح قال له إدوارد قال له wait استنى انت تقعد ولا انت عبيط؟ هتقعد وانا واقف لسه لما اقعد انا الاول ايه ده؟ I must sit down first المفروض انا اقعد يا ابني الاول. You can't sit down when I tell you لما اقول لك تقعد. مين اللي قال الكلام ده؟ هو متقمص الدور يا جماعه معلش هو بيتعامل كانه ملك والتاني مش فاهم. التاني اللي هو عايز يقول له هو مين قال كده؟ ادوارد قال الكلام ده لميلز. فميلز عايز يقول له انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ انت عبيط انا اللي خليني اعمل في نفسي كده. فميلز ستيرد قعد مبحلق لادوارد كده ان سربرايز في دهشه. انت بتكلمني انا طيب ولا ايه؟ فادوارد all right تمام كله تمام. said a few moments later you may sit خلاص تمام كل حاجه تمام اقعد بقى مش مشكله. during the meal خلال الوجبه ميلز told ادوارد قال له عن his life عن حياته. He was the eldest son كان الابن الأكبر للريتش فاميلي العيلة غنية. But he had a fight بس هو اتخانق مع اليونجر براذر أخوه الأصغر اللي هي اسمه أرثر. ميلز left ساب الكونتري and went to France وراح لفرنسا as a soldier كأنه جندي. بعد كده قال لك after I left بعد ما سبته my brother بعد ما ساب كل حاجة my brother took my house بعد ما سبت البيت أخويا أخذ البيت بتاعي اللي هو كان اسمه هندون هول لأن هو أصلا كان اسمه ميلز هندون فالبيت بقى بتاعهم كان اسمه هندون هول اللي هو بيت مين؟ البيت بتاع هندون. he explained وضح it will be difficult هتبقى حاجة صعبة to get it back خلاص تبقى حاجة صعبة إني أرجعه ده ما صدق إن أنا مشيت وراح أخده لي. فراح قال له إيه بقى الولد اللي هو إدوارد قال له حبيبي I am the king يا بابا أنا الملك يا حبيبي. Edward told him قال له كده I will speak to your brother and make him give you back your home هتكلم أنا مع أخوك وأخليه يديك البيت بتاعك سيبها عليا دي ما تقلقش. and I will give you more land because you helped me وهديك كمان أراضي أكتر عشان أنت ساعدتني. ميلز thanked the boys شكروا جدا ولا thank you والله يا حبيبي شكرا ليك والله. but Edward was not finished بس إدوارد ما خلصش عمل إيه بقى؟ قال له give me your sword اديني كده السيف بتاعك. مين بيقول؟ إدوارد بيقول لميلز بيقول له اديني السيف بتاعك كده. and Mills knelt down before لا استنى في حتة نقصناها لا هنا and I will make you Sir Mills Hendon وأنا هخليك السيد ميلز هندون. هو ما كانش كل ده السيد لا لسه ما كانش السيد ليه؟ عشان لسه ما يعني أستاذ إدوارد ما أذنش اللي هو يكون السيد يبقى مش السيد. إدوارد took the sword هياخد السيف and Mills knelt down before him وهيبدأ إن هو ينحني قدامه. ميلز كده ينحني قدامه فإيه هو يبقى عاطيله السيف فهو ينحني بقى إيه قدامه. قال لك you are now one of the king's men أنت عارف أنت دلوقتي خلاص بقيت واحد من رجال الملك اللي هو أنا. إدوارد قال له كده. إدوارد was so tired كان تعبان قوي so أو that he soon fell asleep يعني راح في النوم. the next morning قام بعد كده
قال لك ميلز went to buy him some new clothes، هيروح عشان يشتري شوية هدوم جديدة. but when he returned، ولكن لما هيرجع إدوارد was gone، مش هيلاقي إدوارد، هيلاقيه مش موجود. هيعمل ايه؟ يروح يسأل عليه. where is the boy؟ فين الولد؟ ميلز هيسأل السيرفنت الخادمة اللي موجودة اللي بتشتغل في الإن في الحانة. قالت له والله another boy came here، في ولد تاني جه هنا. السيرفنت told him، قالت له his name اسمه كان هوجو. he told the boy to go to the Southwark bridge، قال له تعالى نروح للكوبري بتاع Southwark. و he said، قال له ان في واحد اسمه ميلز هندون is waiting there for him، في واحد هناك اسمه ميلز هندون مستنيك هناك. طبعا انا ميلز هندون، امال مين ده؟ فقعد يصرخ بقى. قال لك but I am ميلز هندون. he cried وصرخ قال I must hurry، لازم اجري، لازم اسرع بسرعه وانقذ الولد من اللي هيحصل. That same morning، في نفس اليوم بقى بنرجع لتوم. توم woke up استيقظ في الويستمنستر بالاس، القصر بتاع ويستمنستر. he was alone in an enormous bed، لقى نفسه لوحده وسط سرير ضخم قوي. in an enormous room، في اوضه برضو ضخمه. he missed his sisters، قال لك وحشني قوي اخواتي على فكره. بت ونان، اخواته كانوا بت ونان. he missed his mother، وبرضه مامته وحشته. and now he was the king of England، دلوقتي هو بقى ملك انجلترا، مش عارف يعمل ايه اصلا، هو فاهم اي حاجه. قال لك a servant came into the room، الخادم جه للغرفة. بص بقى، قال له would you like to rise your majesty، تحبني أقومك يا سيدي؟ فتوم stared at the servant، فضل ما بحلق له كده، انت عايز ايه؟ عايز مني ايه؟ تقوم ازاي؟ تقومني ازاي؟ مش فاهم اعمل ايه؟ what do you mean، قصدك ايه؟ do I want to get up، هل هو انا عايز يعني استيقظ؟ يعني ايه انا؟ هو انت عايز؟ انت بتسألني في ايه؟ مش فاهم. بيقول له some of the words used in the palace were new to Tom، في كلمات جديده كده هما بيستخدموها في القصر جديده عليه، هو مش عارف هو عايز ايه. فقال له يس، ايوه يس اي دو، ايوه عايزني اقومك يعني ولا ايه؟ فقال له very good your majesty. السيرفنت قال I will bring you your clothes، خليك زي ما انت تمام وانا اجيب لك ايه؟ هدوم. when the servant returned، لما رجع to more servant were with him، يعني هو راح يجيب له هدوم، رجع معاه خادمين كمان. طب كل دول هيلبسوه ولا ايه؟ الموضوع صعب. توم didn't understand، مش فاهم why there were 3 servants to dress a king، ليه في 3 خدامين جايين عشان يلبسوا الكينج؟ يعني ليه يا جماعه؟ ده هو كله حته قد كده، الولد قد كده اصلا. فقال لك at breakfast، في الفطار one servant carried the food and then gave it to another servant، قال لك في واحد بيبقى شايل اكل وخادم تاني بقى اللي هو ايه؟ بيناول الاكل. شفت انت كان في فيلم اللي هو ايه؟ كلهم بيقعدوا يناولوا بعض، كل الخدامين يقعدوا يناولوا بعض لغايه ما يوصلوا لايه؟ الترابيزه. قال لك who gave it to a third servant، انتوا بيدوا الخادم ثالث to put on the table، عشان يحطوا على الترابيزه. يا جماعه مش قادرين واحد يحط يعني، ولا مش فاهم يا جماعه؟ انا عايز هو كان عايز يقول لهم يا جماعه انا كنت باكل وانا واقف، في واحد ولا ايه؟ كنتش لاقي اكل اصلا. there were 2 more servants who didn't nothing except stand behind Tom's chair، قال لك في خادمين واقفين جنبي كده، واحد يمين واحد شمال، ما بيعملوش اي حاجه غير انهم واقفين جنبي بس، والناس قاعده عماله تناول لبعض وناس تانية عماله تلبس فيا، مش فاهم. يلا الحمد لله. قال لك after breakfast، بعد الفطار بقى توم had to listen، كان مضطر ان هو يسمع للورد هيرتفورد and some important gentlemen، وبعض الرجال اللي موجودين talking about things، بيقعدوا يتكلموا عن حاجات he didn't understand، هو اصلا مش فاهمها. he also had to sign a lot of papers writing Edward instead of Tom، وكان في حاجات كتير المفروض ان هو يوقعها بس ما وقعش طبعا باسم توم. توم يا غالي، اوقعها باسم ادوارد. قال لك that evening، في المساء ده او في الليله دي there was another big meal at the palace، كان في برضو وجبه كبيره تانية في القصر، ولكن توم couldn't eat very much، ما قدرش ياكل اكتر من كده. he was still full، لسه من صباحيه ربنا هو مالي معدته على الاخر. when he finally، لما في الاخر بقى راح البيت عشان ينام، he felt sad، حاسس انه زعلان. the palace is beautiful، البلس جميل وكل حاجه، ودي العيشه اللي كنت بتمناها. and so are my clothes، والهدوم برضو جميله. and there is plenty of food to eat، وفي اكل كتير قوي اكله. but I want to see my sisters، عايز اشوف اخواتي. and play with my friends، وعايز العب مع صحابي. I want to go، وعايز اروح بيتي تاني. where was Edward the real king، فين يا ترى ادوارد الملك الحقيقي؟ بينتهي احداث الفصل معانا الاول كده. ويا جماعه او مش الاول، هو اصلا شابتر كام دوت؟ ده شابتر 7، شابتر 4 سوري، شابتر 4. ينتهي الاحداث معانا لغايه هنا. وعلى فكره احنا طالعين بمغزى، طالعين بمورال من القصه، ان الانسان بطبيعته مش بيرضيه حاجه ابدا. يعني بص، هو كان فقير، قال نفسي اكون غني، ولما بقى غني هو نفسي اكون ملك، لما بقى ملك وغني مش حابب، مش طايق الحياه، عايز يرجع تاني الحياه اللي كان فيها. والملك كان عايز ينزل يشوف الشارع، لما نزل شاف الشارع بقى مش عاجبه الشارع وعايز يرجع تاني حياته. فكل واحد يرضى باللي ربنا كتبه له قسمه له، لان ده مكانه فعلا، ده مكانه اللي هيقدر يتعايش فيه، اللي هيقدر يبقى مبسوط فيه، اللي هيقدر حتى انت تبقى شايف لا انا لما هروح مكان دوت
هبقى لا ابقى في حته تانية خالص. لا، انت مكانك في اللي ربنا كتبه لك، لان انت الخير في المكانه دي. انت مش عارف، ممكن لما تروح حته تانية او مكانه تانية يحصل لك حاجه وحشه، يبقى هي مش خير عليك. فدايما نرضى باللي ربنا كتبه لنا، وده المورال بتاع اصلا القصه بتاعتنا كلها. واديهم بيدوروا على بعض، وتنتهي احداث الفصل هنا. الشابتر الجاي هنعرف هل يا ترى هيرجع تاني، هيلاقوه، هيقتلوه، مين اصلا اللي خطفه. ده اللي هنعرفه في شابتر 2 ان شاء الله. بس كده، بحبكم، ربنا يا رب معاكم ويوفقكم، وبس كده، وباي.